بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى نعمل كده شوية كفتة برز، حاجة كده حلوة وفي نفس الوقت مش هخليها تفك منك وهتعمليها وهتبقي محترفة فيها. معايا بقى هنا كوبايتين من الرز بنفس المعيار بتاع الكوباية ديت. انا هعمل نص كيلو من اللحمة. تمام. معايا بقى ملح وكزبرة وفلفل وحبة نعناع ومعلقة من التوم ومكعب مرق اختياري، وكنت هنا كمان معايا نص بلحية جوز الطيب. تمام. وهنا بقى قلبت الخضرة مع التوابل مع الرز. الخضرة بتاعتي انا باخد بس الورق بتاعها، ما باخدش العناقيد اللي فوق اللي هي الناشفة دي. وقرني فلفل اخضر كده وبصلاية صغيرة. اللي ما يخليش الكفتة معاكي ان هي ما تفكش، ما تكتريش فيها البصل عشان ما تفكش معاكي. تمام. هنا بقى كنت عملت خلاص الكفتة وفرمتها. وهنا بقى معايا بصلايه عشان التسبيكه، ومعايا بطاطسايه انا بحب احطها فيها قوي بتبقى طعمها حلو. ابدا بقى اصبع الكفته بتاعتي عشان ما تلزقش مني في ايدي، بحط كده يعني قيمه نقطه زيت كده. وببدا ان انا اصبع الصباع بتاعي. اهم حاجه ولا ادخنه قوي ولا اخليه رفيع علشان ما يتحرقش، وما يكونش مليان قوي علشان ما تبقاش الصباع مليان كده وتخين، هو يعني سمكه كده وسط. عقبال بقى ما اصبع الكفته نعمل شويه التسبيكه بتوعنا. معايا البصلايه في معلقه كده من السمنه او الزيت زي ما تحبي. هتشوحي بقى البصلايه كده لحد ما لونها يبقى ذهبي. ومعاكي بقى عصير طماطم او اي طماطم انت مفرزاها في البيت. هتنزلي بحبه من عصير الطماطم. يا دوب بقى تسيبيهم يغلوا كده. والتوابل بتاعتي انا ما بحطش حاجه غير حبه ملح وحبه فلفل بس في التسبيكه، ما بحطش اي حاجه تانية لان الكفته عندي فيها كل البهارات، فيها ملح وفلفل وكمون وكزبره ونعناع وتوم وجوز الطيب وكل حاجه وسبع بهارات. تمام. هنا الكفته بتاعتي بتتحمر، نعمل بقى شويه رز بشعريه كده حلوين. هنبدا بقى ننزل بمعلقتين من السمنه وحبه من الشعريه نديهم لون ذهبي. نكون غاسلين الرز ومصفيينه وننزل بالرز بتاعنا نشوحه بقى حلو تشويحه حلوه كده مع الشعريه. وبعد كده نبدا ننزل بالميه بتاعتنا ونظبط الملح ونعلي عليه لحد ما ياخد غلوه حلوه. وبعد كده بقى اول ما يبدا خلاص ان هو خلاص الميه تتشرب، نبدا بقى نوطي عليه سهرية خالص كده، نار خفيفه خالص عشان ما يلزقش مني ولا اي حاجه. ونغطي عليه بقى لحد ما يتشرب خالص من الميه. التسبيكه بتاعتي كانت اتسبكت والكفته اتحمرت، اللي اتاكل نصها وهي محمره بالف هنا. هي طبعا تحفه جميله طبعا وهي محمره. العيال طبعا ما بيحبوهاش كده، اكتر بيحبوها وهي ناشفه كده اكتر. اهم حاجه وانا بسوي الكفته هسوي الكفته الاول، ما احطش معاها البطاطس على طول، اسيب الكفته كده تاخد لها غلوتين ثلاثه. وبعد كده انزل بالبطاطسيه. البطاطسيه بتاعتي برضو مش ههريها، حاجه بسيطه. تمام. يا دوبك بس احس ان هي استوت وخلاص. ايه رايكم بقى؟ هنا بقى بصوا الكفته معايا ولا اتهرت ولا البطاطس، هي طالعه مكعبات جميله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسونيش بقى بالشير واللايك والاشتراك. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، باي باي.